الارتجاع المريء ما شاء الله حضرتك وضحت لنا الصوره والاسباب والاعراض وكل حاجه، وصلنا بقى المحطه بتاعه العلاج. تمام. المهم تمام. الناس قاعده دلوقتي سمعت وقالت لك ايوه انا الراجل ده وانا اللي تعبان وانا اللي بشرق وانا اللي بعمل وانا اللي بخلي. تمام. طيب عايز الزتونه بقى، عايز اعرف الموضوع الخلاصة النهائي. يعني. الخلاصه ايه؟ الخلاصة- هتعالج ازاي؟ الخلاصه دي اوقات بنتخانق انا والمريض يعني، تمام كده. ما لازم لان القصه كلها في الارتجاع المريء بالذات، وعامه الجهاز الهضمي ككل، يعني مشاكل المعده او سواء القولون او ارتجاع المريء على وجه الخصوص، لازم الروشته بتاعتي زي ما بقول كده وش وظهر. وش العلاجات، الظهر ده اهم من الوش. الظهر ده التعليمات، يبقى الوش ادويه تمام، والظهر بيبقى فيه التعليمات اللي لازم العيان يحافظ عليها عشان العلاج يجيب نتيجه، او نوصل لمرحله كويسه، او يعمل استجابه كويسه جدا يعني، تمام كده. لكن انا ما نمشيش، وشفت حالات كتيره جدا تلاقيه ماشي على العلاج يعني ما شاء الله بانتظام ما شاء الله، ويمكن يعني ما فيش بعد كده علاجاته بالساعه كلها، لكن الظهر بقى، الظهر بتاع الروشته اللي هو التعليمات ما بصش عليه اصلا، ما بيعملش منه حاجه خالص، تمام كده. هتلاقي حتى الاستجابه طبعا بقول لك انا بتخانق مع المرضى، بقول لك انا يعني باكل لازم اكل، بص شوف لي حل. هو بيقول لي كده شوف لي حل، انا لازم والله انا باكل وانام يعني، برجع من الشغل باكل وجبه تقيله دسمه تمام كده وانام، شوف لي حل. طبعا العلاجات ما فيش يعني طبعا مفيش استجابه للعلاج. طبعا الناس اللي بتاكل من الشارع كتير جدا جدا جدا، ايوه نمط الحياه سريع بقى حضرتك. ايوه طبعا، فانا الناس كلها اغلبها بتاكل في فطبعا وهي بتشتغل اصلا. طبعا الناس اللي بتدخن بشراهه، تدخن معلبتين سجاير في اليوم، طبعا التدخين سبب رئيسي زي ما قلت كده في ارتجاع المريء. فلازم اهم حاجه في العلاج، لازم اول حاجه نقولها للعيان اللي هو يمتنع عن ايه. طب والقهوه بس عشان ما انا بقول لك اهو شخص ليا القهوه، الاكثار من القهوه او النسكافيه او الشاي الكتير، الاكثار منه طبعا ده مشكله كبيره جدا، طبعا بتاثر برضو، بتعمل ارتجاع مريء. فطبعا لازم الشاي، القهوه، النسكافيه بكثره طبعا بتؤدي الى ارتجاع مريء. لازم نبعد عن الحاجات دي تماما، او نقلل خير الامور الوسط. نقلل طبعا تمام. الاكل برضو الدسم والزيوت والمقليات والحاجات دي كلها. المياه الغازيه طبعا سبب مهم جدا طبعا في ارتجاع المريء. لازم هتبقى خناقه، انا بقول لك هتبقى خناقه، لازم هنمنع عن العيان. انت كده بتقول يعني حاجات كان بيعملها امبارح عايزه النهارده ما يعملهاش كلها. لا ما هو بقت واحده واحده مع المريض. يعني احنا حضرتك بتستخدم اسلوب التدريج. طبعا التعليمات ده، ولازم يعني انا بسيب روشته خالص، وانا لازم افهم العيان في القصه دي. لازم العيان يبقى اوير بالمشاكل او الاسباب قبل ما نديله العلاج، لان عشان لازم نستبعد الاسباب ديت، لان الاسباب ديت طبعا هي اللي بتعمل لنا مشكله في الارتجاع المريء، تمام. فهو عشان ممكن يمشي على العلاج مظبوط 100%، لكن هو الاسباب عنده بياكل وينام، الاكلات بتبقى دسمه، اكلات تقيله، المياه الغازيه، كل ده لازم نبعد عنه. طبعا بقى بتسيس العيان واحده واحده كده، لان نمشي مع واحده وبنوصل لبر الامان ان شاء الله. الحمد لله نوصل لبر الامان طبعا. طيب الحمد لله. يعني ده في يعني الحمد لله حضرتك في حالات كانت ماشيه وغيرت اسلوب حياتها. طبعا واستجابت الحمد لله. اصل بص العين بتاع الارتجاع ده بيكون مر على دكاتره كتير جدا جدا جدا، تمام كده. القصه كلها ممكن يكون بياخد العلاج بانتظام، لكن المشكله عندنا في ان هو مش بيستخدمش اسلوب حياه ولايف ستايل كويس، يغير اسلوبه. لازم يغير واحده واحده مع المريض، تمام زي ما قلت لك كده، مع العلاجات. والعلاجات بتبقى موضوع بسيط خالص يعني هم كام دواء كده بنستخدمه، او هنقولهم لك يعني في عجاله يعني، تمام. بنستخدم بروتون باب بنقلل الحمض بتاع المعده، او بيستخدم الاتش 2 بلوكر برضو بشغله كله انه بنقلل الحمض بتاع المعده. مع البروكاينيتيك بنخلي حركه المعده والنبي اسرع، ونقلل حمضيه الحمض، بيفضي المعده اكتر، تمام. فده بيساعد برضو على الايه، انه يعالج برضو حالات ارتجاع المريء. واخر حاجه اللي هو الانتاسيد، مضادات الحموضه. واضح ان العلاجات اصلا بتشغل من الروشته سطر. العلاج موضوع بسيط، وكمان انا ممكن نستخدم العلاجات يعني ممكن 6 اسابيع، وبعد كده مفيش ريسبونس او ريسبونس مش 100%، بنعمل دبلنج للدوز، يعني بنعلي الجرعه بدل ما بياخد مثلا بيبقى اي مثلا ولا حاجه تمام، بيبقى اي او الجروب الجديد اللي هو الفونوبرازان والحاجات دي كلها. بدل ما بندي الدوز وانس ممكن نديله توايس، تمام. بدل ما بندي 40 ندي 80 في اليوم لمده 6 اسابيع تانيين. بس لازم العلاج ده مع الايه، مع التعليمات زي ما قلت لك. علاجات كويسه بانتظام لمده اطول بدون تعليمات نو ريسبونس، او العيان مش هيستجيب كويس جدا، عشان برضه نبقى واضحين يعني. وضحت الرؤيه دكتور، تمام كده. لازم الروشته بتاع الدكتور الباطنه في حاله ارتجاع المريء، بس ده موضوع بقى عايز من حضرتك صبر وتأني على العيان. لو لازم العيان يسمع عارف اهالينا يعني ايه، بيبقوا عايزين برضه اللي يتكلم معاهم واحده واحده عشان يبقى يكون بطبيعه اكل معينه، وحضرتك من تاني يوم عايز تغيرها له، فلازم على هادي كده. طبعا لازم تحتاج من حضرتك صبر وتمهل وحسن استماع وتديها له ايه بالتدريج كده واحده. لازم نغير اللايف ستايل مع الادويه، بنوصل لبر الامان والحياه ربنا بالشفاء باذن الله تعالى. تمام يا دكتور، وضحت الرؤيه، كتر خيرك.